واضح إن عيد الأضحى 2026 هيبقى أقوى من مواسم وسنين كتير. أكشن ضخم، ميزانيات تقيلة، نجوم كبار. تعالوا نعرف إيه أهم الأفلام اللي نازلة والكلام هيدور إزاي. بس قبل ما نبدأ، لو أنت جديد معانا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. يلا بينا. كل سنة وانتوا طيبين اخواتي في الله، عاملين ايه الأخبار؟ وحشتوني جدا جدا. هنتكلم النهاردة على أكتر 3 أفلام هيعملوا قلق في عيد الأضحى. هنبدأ بأول فيلم وهو الفيلم الكوميدي اللي نازل، وهنشوف البرومو مع بعض، وهو فيلم الكلام على ايه. يلا بينا. ستوب ستوب. جبت الأمانة. اهي. سيد رجب وأحمد اوبا، انا حاتم. ببسط الناس عن ماشي. خبره مش تكبر. مسا وسعاده. يعني بص الممثلين يا حلوين كلاوي. جدا، حاتم الو صلاح، يا رضا. كاتب جان، الكتاب ما عداش عليه غير مصطفى اسبوع. غريب. الاسبوع اللي انت ما صبرتش فيه، ها؟ يا نهار أبيض. وانتصار قلناها قلناها. تيتا. واحنا مش هنخلص من الهبل ده. انت عيل صغير وتافه وما عندكش اي نوع من انواع الريسبونسبيلتي. بحبك. عروسه تعالي لي بقى هنا. إيه ده؟ أنا آسف والله، أنا عمري ما كنت إنسان شكاك. يلا بينا. انتوا جايبين حوضه بندق، جايبين حوضه بندق، هيحصل ايه؟ ماشي يعني شغال. مات. هو مفيش حاجة متوضحة في هنعمل ليلة الدخلة؟ التريلر أو يجوز البرومو نعمل ليلة الدخل. غير إن هو مثلا في 4 جوازات أو 3 جوازات، كل جوازة منهم ليها قصة معينة أو ليها نهج معين. ده اللي هنشوفه في الفيلم، عشان كده الفيلم اسمه على مسمى الكلام على إيه. أنا مش رافع سقف التوقعات قوي، لأن طبعا يعني أنا مهما شفت أفلام كوميدية ما أعتقدش إن هلاقي حاجة في مستوى الكوميديا اللي كان فيه فيلم برشامة بطولة هشام ماجد. الفيلم ده من أحسن الأفلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصرية حرفيا. فيلم كوميدي على أعلى مستوى حرفيا، ما يتزهقش منه. تعالوا نشوف الفيلم اللي بعده وهو عودة النمبر 1، عودة بعد غياب. يلا بينا. بحب محمد رمضان في اللاين ده جدا، يعني لما عمل فيلم الكنز عمل أداء جامد جدا، فدي برضو حاجة من ضمن الحاجات. يعني هو ممثل تقيل قوي، فبحبه لما يخرج بره دور البطل الشعبي او النجم الشعبي بتاع يعني البرنس وجعفر العمدة والأسطورة. طبعا الأسطورة ده حالة نادرة، يعني أنا بتكلم في العموم إن هو عنده إمكانيات جبارة جدا، فبنشوفها في الأفلام دي أكتر. محمد دياب مخرج مسلسل مون نايت. الفيلم ده على حد ما سمعت بقاله أكتر من 3 سنين بيتحضر. ماجد الكدواني أعتقد هيبقى ضيف شرف في الفيلم، وهيعمل تقل كبير جدا في الفيلم، حتى لو هياخد مساحة أو دور قليل، بس أتوقع إن هو هيرفع، يعني هيودي المشاهد بتاعته في حتة تانية. أنا بصراحة مستني أشوف الماتش اللي بين محمد رمضان وماجد الكدواني، يعني دي ثنائية أول مرة هنشوفها مع بعض. ولا أنا فهمته من البرومو أو من الإعلان إن في الفيلم مثلا في القرن ال19 أو ال20، وإن في شخص اسمه أسد أو اللقب بتاعه أسد، والشخص ده كان عبد، وهو يعني كان عبد متمرد زي الحكايات والأساطير اللي بنسمع عنها. فبيركز إن هو مثلا بيحب واحدة، فعايز يخرج بره موضوع العبودية ديت، عايز يحرر المدينة أو البلد اللي هو فيها، بيتحدى النظام، يعني بيقود ثورة. فهنتفرج على حاجة مختلفة تماما عن، يعني هنشوف محمد رمضان تاني خالص. هنشوف محمد رمضان يعني في حاجة جديدة خالص، لسه أول مرة يعملها. اه ممكن كان عمل شبه الدور ده في فيلم الكنز، بس دوت كمان دور مختلف وقصة مختلفة تماما. فأنا متحمس لده جدا جدا جدا. تعالوا بعد كده نروح على الفيلم اللي بعده رقم 1، وده الفيلم المفضل عندي والأولوية بصراحة بسبب الثنائية الجبارة دي، وهو فيلم سيفن دوجز بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز. تعالوا نشوف الإعلان مع بعض. There
was a vote last year to have me killed. ده واضح ان حبايبك كتير قوي. I'm غالي. Remember. يلا ابو داوود انتربول اوفيسر. Good evening. هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول. عندنا معلومات جديدة. And what is it that you do? I'm a fortune teller. ده أحمد عز وكريم عبد العزيز ومونيكا بيلوتشي ايه الخطة بالظبط؟ وسيد رجب. بينك ليدي. في إيه يا جدعان؟ احنا في فرح أنا مش الزاهد. جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن. احنا نمنع المخدر ده. أوه. سلمان خان سانجي ده. Documents his whole life. وفي احنا كده ما قدامناش غير حل واحد. Why do you look like a criminal to me? Let's dance. لعب على تقيل، لعب على تقيل حرفيا. شباب حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك. أكشن حلو، أكشن مبشر. فيلم من إنتاج مستشار تركي الشيخ. مشارك فيه مخرجين فيلم باد بويز طبعا الشهير بتاع ويل سميث. انا متفائل جدا بالاكشن اللي انا شايفه ده، سواء كادرات او اكشن او اداء تمثيل. يعني لا، حاسس ان انا بتفرج على حاجه مختلفه جدا. يعني غير ان احنا عندنا مشكله في الاكشن في مصر هنا، يعني ان الاكشن مؤخرا ما بيظهرش غير اخر 15 او 20 دقيقه في الفيلم بس. زي مثلا على سبيل المثال فيلم حرب كرموز، يعني ده من الافلام الاكشن اللي انا بحبها. بس هو حرفيا انت لو حسبت مدة الاكشن اللي فيها تلاقيها اخر تلت ساعة مثلا او اخر ربع ساعة مثلا، من اول ما سكوت اتكنز اللي هو بويكا خرج من الحبس اللي هو فيه. فمن ساعتها الاكشن ابتدى. انا شايف ان فيلم 7 دوجز هو هيبقى رقم واحد في الايرادات، وشايف ان هو هيعدي بيت الروبي وهيعدي سيكو سيكو وهيعدي كل الافلام. يعني اعتقد هيوصل لحتة في الايرادات ما فيش حاجة، مفيش فيلم تاني هيوصل لها اصلا. الفيلم تجاري مفهوش قصة، بس الثنائية دي مع بعض والتوليفة دي مع بعض بعد ما نجحت في فيلم كيرة والجن، فهم بيتعاونوا تاني مرة تانية مع بعض. الثنائية دي جبارة جبارة جدا، في يعني فيهم كيمياء. غير ان هما الاتنين نجوم شباك، يعني لو واحد فيهم عمل عمل فردي بينجح هو حاطط رجل على رجل. لا، الاتنين طالعين مع بعض والاتنين نجوم شباك، بخلاف ان الفيلم انتاجيته ضخمة جدا وفي كمية نجوم تقيلة جدا. واللي انا متوقعه ان هيبقى في ضيوف شرف تانيين غير الضيوف اللي ظهروا دول، وعلى رأسهم حسب توقعي انا شاروخان اعتقد هيكون موجود في الفيلم. ولكن هي الفكرة ان هو يعني مش هيقدر يحرق كل النجوم في البرومو، لان هو كده يعني لازم يسيب حتة كده من طرف المعلقة للناس اللي هتتفرج في السينما يعني. ودي عادة إنتاجية تركي الشيخ عموما. يعني في فيلم ولاد رزق 3 لما كريم عبد العزيز ظهر في آخر الفيلم كانت مفاجأة، وما كانش باين في البرومو إن هو هيظهر. بس هي دي لعبة يعني حلوة بيعملوها. فأنا متفائل بالفيلم ده، وشايف إن هو الفيلم ده هيبقى رقم واحد، وهيبقى الرقم اتنين أو اللي بينافسه هو فيلم أسد محمد رمضان. ولكن أنا بالنسبة لي المفضل هيبقى 7 دوجز، لأن أنا بحب النوعية دي من الأكشن جدا. وهنا وصلنا لنهاية حلقتنا يا صديقي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اكتب لي رأيك في الكومنتات تحت وقول لي هتدخل أنهي فيلم. مع السلامة.